مرضى السكر من النوع الاول او من النوع الثاني غير متحكم فيه. هو ربنا سبحانه وتعالى عمل حركه البريستالسيس او الحركه الدوديه، حتى حاسس ان انا مش قادر اكل. والاعراض دي هي مش اعراض السيبو لوحده. دكتور، حد حصل له ان هو شرب ميه او اكل اكله بسيطه، حاجه بسيطه، وجبه بسيطه جدا، فيقول لك انا حصل لي انتفاخ وبطني مكركبه وبتاع، فيقول لك ده سيبو. والسوشيال ميديا كلها دلوقتي منتشره السيبو السيبو سيبو. ايه هو السيبو ده اصلا؟ السيبو الاول نقول ايه هو السيبو وبعدين نتكلم على العرض اللي انت حكيته. يلا. السيبو ديت SIBO، ده اختصار لمصطلح اسمه Small Intestinal Bacterial Overgrowth، زياده نمو البكتيريا في الامعاء الدقيقه. الطبيعي ان اكتر مكان فيه بكتيريا هو القولون، عشان كده عمليه التخمر بتاعت الاكل في القولون. البروبيوتكس مكانها الرئيسي او البكتيريا النافعه مكانها في القولون. لو اتغير مكان البكتيريا بدل ما هي موجوده في القولون رجعت لورا للامعاء الدقيقه بتاعتنا او السمول انتستين، هنا العمليه بتبوظ، لان عمليه الفرمنتيشن او عمليه التخمر بتاعت الاكل بقت اكبر واطول، وبالتالي الغازات اللي بتطلع منها اكتر، فالوجع بيزيد، فيحس ان بطنه بقت قد البالونه، يحس ان ريحه نفسه مش حلوه، غير طبعا الانتفاخ اللي موجود طول الوقت، احساس الامتلاء، ساعات كمان الهواء الكتير ده بيضغط فبيعمل اعراض قريبه من اعراض الارتجاع، فيقول لك انا حتى حاسس ان انا مش قادر اكل، وكأن يعني قريبه شويه من اعراض زياده الحموضه اللي موجوده. ممكن يبقى وجع بس موجود في دي كلها اعراض سبب. السيبو. الاعراض دي هي مش اعراض السيبو لوحده، لان هي مشتركه عاده مع القولون العصبي. احنا عندنا من 40 ل 70% من الناس اللي عندها IBS القولون العصبي ممكن يكون مصاحب معاها السيبو اللي هو السمول انتستينال بكتيريال اوفر جروث. وبالتالي مش معنى ان انا عندي انتفاخات ان انا عندي سيبو، انما لما تكون متكرره all the time. على فكره عندنا حاجه اسمها الانتفاخ الطبيعي او الانتفاخ الهيلثي، ان في وجبات معينه احنا عارفين هتعمل انتفاخ. الكرنب بيعمل انتفاخ، احنا عارفين اكيد. عارفين النهارده الاكل اللي فيه دقه كتير هيعمل مع الوقت انتفاخ. الاكل اللي فيه بصل دبلان كتير اللي هو البصل المحمر ممكن يعمل مع انتفاخ. عندنا في بعض البقوليات بتعمل انتفاخات، فاحنا عارفين لان هيطلع منها من ضمن الميتابولايتس بتاعتها هيطلع غازات. انما لا، ده انا اصبح مع اي حاجه، فاكهه بيحصل كده، مع الخضار بيحصل كده، ميه مع بقوليات بيحصل كده، مع الميه بيحصل كده، حتى ايفن لو انا يعني مع اقل كميات داخله من الاكل هو على طول تعبان. هنا بنشك في السيب، في السمول انتستينال بكتيريال اوفر جروث. احنا حاليا في مجموعه من الناس هي عرضه بشكل كبير قوي للسيب، دي بقى محتاجين احنا نعرفها ازاي بقى. يعني عندنا في ادويه لما ناخدها تزود فرص الاصابه بالسيب، والادويه اللي هقولها دي هتبقى مفاجاه لناس كتير، لان هي الادويه الاكثر استهلاكا في الماركت الصيدلي كله بعد المسكنات والمضادات الحيويه طبعا، لان احنا في مصر التوب سولد ميديكيشنز هي المضادات الحيويه، رقم 2 بعد كده المسكنات، رقم 3 أدوية الحموضة. في ناس عايشة طول الوقت على استخدام العيلة المعروفة بالبروتون بامب انهبيتورز، اللي هي الأدوية اللي بتوقف إفراز الحمض المعدي، وبعدين الجيل كمان الجديد بتاعها البي كابس، ودول بيشتغلوا بطريقة أقوى شوية منهم. فهو مرتاح، كان عنده ارتجاع وارتاح، أو كان عنده حموضة وارتاح، أو كان عنده اتش بايلوري اللي هو الميكروب الحلزوني وارتاح، فكمل. النهارده اللونج تيرم يوز او الكونتينيوتي دي بتخلي افراز الحمض المعدي مفيش، فده يسهل ان البكتيريا اللي جايه من الاكل، هو اصلا جزء من الديفنس ميكانيزم اللي ربنا عمله وجود HCl ووجود البيبسين عندنا في المعده، عشان البكتيريا اللي جايه معايا في الاكل هو يموتها فما توصلش للسمول انتست. فالناس بقى ما بتمشي فتره طويله على ادويه الحموضه دي، فما فيش حامض معدي، بقت اي حاجه جايه من الاكل مكمله معانا، فترقد وتقعد فين؟ في الامعاء الدقيقه. فده ممكن يزود فرص الاصابه بالسيبو. مين تاني ممكن يجي له موضوع السيبو؟ الناس اللي عندها سكر. مرضى السكر من النوع الاول او من النوع الثاني غير متحكم فيه، اللي هو الدنيا بايظه عنده خالص وبقاله فتره طويله، فبيحصل ان مع النيوروباثي او مع الالتهاب اللي بيحصل عندي في الاعصاب بيأثر على الاعصاب بتاعت حركه الانتست، حركه الامعاء. هو ربنا سبحانه وتعالى عمل حركه البريستالسيس او الحركه الدوديه بتاعت الجهاز الهضمي بتاعتنا تتحرك كلها من فوق لتحت. طبعا ده ميكانيكال موتور حركه. لما تيجي بقى الاعصاب اللي كانت مسؤوله عن الاشارات العصبيه بتاعت الحركه تقل القوه بتاعتها او يحصل فيها ما يعرف بالالتهاب بتاعها وبعدين الضمور العصبي بتاعها، فحركه الامعاء تقل. يعني في علاقه بين حد عنده سكر والسيبو؟ السيبو طبعا بالذات زي ما قلنا اللي بقى له فتره طويله قوي عنده سكر والسكر عنده غير متحكم فيه، وبدا يدخل كمان في مرحله اللي ان كنترول دايابيتس، وبعدين راح في مرحله النيوروباثيز. هنا حركه المعده عنده بتقل وحركه الامعاء عنده بتقل، فلما الانتستينال موفمنت دي تقل البكتيريا تعرف ترجع تاني لورا، وبالتالي تتحرك من القولون اللي هو القولون الغليظ بتاعنا او الامعاء الغليظه بتاعتنا يرجع للسمول انتست. فمثلا دول شريحتين مهمين جدا. الشريحه الثالثه من الناس اللي ممكن يجي لها سيبو الناس اللي عندها اوفر ويت واوبيز، الناس اللي عندهم وزن زياده والناس اللي عندهم سمنه. لان اللي عنده سمنه من كتر الدهون اللي موجوده عنده او الدهون الحشويه اللي موجوده عنده، الفيسرال فاتس اللي موجوده، فدي بتضغط على الامعاء فبتقلل حركتها. فهي هنا بقى المشكله مش مشكله موتور، الاعصاب سليمه وكله زي الفل، بس الزحمه بتاعت الدهون اللي موجوده جوه ضغط على الامعاء مأثر على الحركه بتاعتها، فكأنه بالظبط
عنده مشكله في حركه الامعاء، فسهل ان البكتيريا ترجع تاني لورا. عشان كده بنعتبر الناس دي او الفئات دي دول اكتر ناس لما بنشوفهم مع الاعراض دي بنشك معاهم في السيبو. طيب اختصارا يا دكتور كده، السيبو عباره عن ان البكتيريا اتحركت من القولون راحت للامعاء الدقيقه. طيب ببساطه جدا الاعراض، يعني امتى اعرف ان انا عندي سيبو؟ اشك ان عندي سيبو. تاني لما يكون عندي طول الوقت انتفاخ بدون سبب، تمام، باكل او بدون اكل او باقل كميات من الاكل، احساس غممان نفس، وجع في القولون، ساعات بيكون بيصحبه اسهال، والاسهال ده ممكن يكون اسهال دهني، يعني هو مش اسهال زي الاسهال المائي اللي بيحصل مثلا مع البطيخ ولا مع الاصابات بتاعه البكتيريا. هنا بيكون مختلف شويه، لان هنا في مشكله في الامتصاص بتاع الاكل، في مشكله في الهضم بتاع الاكل، فالبكتيريا بوظت عمليه امتصاص الاكل فوصلتني لاعراض زي اعراض السيبو دي كده. اعراض وطبعا مع روائح كريهه تبقى موجوده برضو معانا، وده معناه ان البكتيريا شغاله الله ينور في عمليه ان هي تنتج غازات، وغازات ديت من انواع تبقى ليها ريحه مش كويسه. اسباب السيبو الجذريه نفسها قلنا موجود متلخصه في السمنه وفي السكر. ايه تاني؟ احنا زي ما قلت لحضرتك من شويه ان احنا عندنا مجموعه من الناس هم دول اللي عرضه اكتر للسيبو. زي ايه هم بقى الناس؟ الناس اللي قلنا بتاخد ادويه الحموضه لفتره طويله، وبالنسبه لادويه الحموضه ديت ممكن نتكلم عليها بعدين عشان في مشاكل غذائيه كتير بتحصل مع النيوتريشن ديفيشنسي ياما، بتحصل مع البي بي ايز والبي كابس. فالناس اللي بتاخد ادويه الحموضه، الناس اللي عندها السكر والسكر بتاعها بايظ خالص، والناس اللي وزنها زياده، والناس اللي عندها سمنه، كل دول عرضه للمشكله بتاعت السيبو. افرق ازاي يا دكتور بين القولون العصبي وبين السيبو، ان انا ممكن اكون عندي سيبو؟ انا ما عنديش حاجه اسمها السيبو لوحده. لسه قايل لك من شويه ان 40 ل 70% من الناس اللي عندها قولون عصبي مصاحب معاها السيبو. الناس دي بيتعمل لها ايه؟ الناس دي بيتعمل لها مثلا من ضمن الطرق اللي بنقدر نحدد بيها ايه اللي سبب الالتهاب اللي عندها ده او زياده نمو البكتيريا دي، حاجه اسمها الفود ماب دايت. فود ماب دي اختصار لكلمه كبيره كده اسمها فيرمنتبل اوليجو مونو داي ساكرايدز اند بولي اولز. يعني احنا البكتيريا اللي موجوده ديت كانت بتعمل تخمر لمجموعه من السكريات، فبنشوف مصادر السكريات دي في الاكل ونشيلها على جنب خالص، وابدا ادخلها تاني واحده واحده لحد ما اكتشف مين الصنف اللي في الاكل اللي زود عندي الاعراض بتاعت السيبو. عشان كده بنعمل له حاجه اسمها الفود ماب دايت. فنقول له بقى تعالى لي هنا، طلع لي اللبن بمشتقاته بره، طلع لي اغلب البقوليات بره، شيل الثوم وشيل البصل بكل اشكاله بره، شيل العيش وشيل القوت بره، الفواكه السكريه وطبعا اصناف تانية كتير بنطلعها بره الاكل خالص، ونسيبه على الوضع ده من 4 ل 6 اسابيع، ممكن توصل ل 8 اسابيع لحد بيقول لك انا ارتحت. طيب ارتحت، نرجع تاني ندخله بقى جرادجوال واحده واحده كل فئه من الاصناف اللي احنا شلناها، نبدا نرجع واحده واحده العيش، نرجع مشتقات الالبان لحد ما يقول لك انا ده لما دخل تعبت. يبقى هو ده مصدر في اللحظه دي ايوه بنقول لك هو ده اللي كان مساعد السيبو انه يحصل. طبعا بالاضافه ان انا بكلمك في الجانب الدايتري او النيوتريشنال انترفنشن او التدخل الغذائي البسيط. في جانب تاني طبعا بنحتاج في بعض الاحيان ان احنا نستخدم مضادات حيويه معينه زي الريفاكسيمين، وده من عائله المضادات الحيويه اللي الجسم ما بيمتصهاش، بتفضل قاعده عندي في الامعاء بس، فتخش تموت لي كل البكتيريا اللي كانت موجوده جوه الامعاء الدقيقه اللي كانت عندها السيبو، تخلصني منها خالص، وبعدين تبدا على نظافه. مشكلتنا بقى ان احنا ما نبداش على نظافه، لان اللي عنده دايتري هابت بايظه بيكمل على البايظ. لما تعود على الفاست فود احد اسباب السيبو. نظافه الاكل احد اسباب السيبو. لو انا باخد الادويه اللي كانت لها علاقه بان انا اصاب بالسيبو هتفضل الدنيا مكمله معايا. زياده الوزن لازم اصلحها، لازم اشوف ايه اللي حوالين الموضوع كله واتعامل معاه. اي انتفاخ يحصل بعد الاكل ده مش شرط يكون سيبو. لا مش شرط، احنا اتفقنا في عندنا اكلات. طب هل ده طبيعي ولا مش طبيعي ان يحصل انتفاخ بعد الاكل؟ مش كل الاكلات، يعني في واحد زي ما قلت لك تاني هو عارف ان لو اكل بروكلي هيجي له انتفاخ، كان لك كروب في انتفاخ، انما مش طبيعي. انا مثلا قعدت دلوقتي اكلت موستين جالي انتفاخ، ان انا شربت بق ميه جالي انتفاخ، ان انا بقالي اسبوعين 3 4 بالمنظر ده مع وجع مستمر عندي في القولون. ساعتها نبدا نشك اي بي اس ولا سيبو ولا اي بي اس سيبو، الاثنين دول مع بعض ولا لا. فالشاهد في الموضوع تاني ان جزء كبير قوي من عاداتنا الغذائيه ليها دور كبير في كارثه السيبو، في الاصناف اللي احنا بندخلها في كارثه السيبو، في الادويه اللي بناخدها في السيبو. وبالتالي بيتم بقى التحديد اذا كان ده قولون عصبي اللي هو اي بي اس ولا سيبو ولا اي بي اس سيبو. بس تاني يفضل عاداتنا الغذائيه بجانب طبعا العوامل الاخرى ليها دور كبير جدا في الموضوع. عايز اقول معلومه صغيره جدا، موضوع البروبايوتكس على قد ما هي هيلثي جدا وكويسه جدا لاغلب مشاكل الجهاز الهضمي، وبالتالي العادات الغذائيه بتاعتنا والاصناف اللي احنا بناكلها، وبالمناسبه كمان التوقيت ليه دور في موضوع السيبو، لان حركه الامعاء بتقل بالليل، فكل ما تاكل بالليل فرص ان يجي لك سيبو اكتر، دي انا نسيت اقول لك عليها. كل ده لما نيجي نبص له ممكن يريحنا بعد كده من مشاكل القولون، وطبعا ما يعني ما وراه من مشاكل بقى ليها علاقه بالمود والجانب النفسي والجانب التعاملي اليومي.
وافتكر دايما ان صحتك اهم.